السلام عليكم. النهارده معانا فيلم مختلف عبارة عن واحد بينصب على واحدة غنية، فالواحدة دي بقى بتهدده ان هو يعلمها النصب او هتبلغ عنه، فبيقرر يعلمها وبيبدأوا ينصبوا مع بعض. بس المفاجأة بقى ان هيتنصب عليهم ازاي، ده اللي هنعرفه مع بعض. خلينا في البداية نصلي على النبي ويلا بينا. بدايتنا مع نادين، بنت طايشة وما بتعملش غير اللي في دماغها، غلط صح بقى مش فارق معاها. وبالرغم ان باباها مش حارمها من اي حاجة وموفر لها كل سبل الراحة، بس حركاتها ديت مش عاجباه ومخليه دايما بيزعق فيها وبيتخانق معاها، وعشان كده علاقتهم مش احسن حاجة، والمشاكل اللي بينهم كتيرة جدا. واللي كان مهون عليها قعدتها في البيت هي كريمة، الست اللي بتساعدهم في شغل البيت. وبجانب معاناتها مع باباها وطريقة تعامله معاها، بتعاني كمان مع الاكس بتاعها ياسين، اللي سابها بعد ما حبته واتعلقت بيه وراح يكراش على صاحبتها. الموضوع ده كان مسبب لها أزمة كبيرة جدا، أكبر من أزمتها مع باباها. فكانت بتهرب من كل القرف اللي حواليها بإنها بتسهر وبتشرب لحد ما تسكر على الآخر. لا وإيه، كانت بتروح تسكر في الديسكو اللي ياسين وصاحبته بيسهروا فيه. ومن كتر ما شربت وسهرت ما كانتش فايقة وهي سايقة العربية، وراحت لابسة في عربية كانت ماشية قدامها، لأنها كانت باصة في التليفون ومش مركزة في الطريق. ومن بعد اللي حصل وعينك ما تشوف الا النور، الراجل نزل من عربيته وفضل يزعق فيها وراسه ألف سيف يتخانق معاها ويهزها قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. وعلى آخر لحظة باسم نزل من عربيته وحل المشكلة، ونديم ما كانتش عارفة ازاي تشكره على اللي هو عمله معاها، فقالت له اطلب اللي انت عايزه وانا عينيا ليك. التاني طبعا اترسم شويتين تلاتة وقال لها انا ما عملتش حاجة، ده اقل واجب ممكن اعمله، المهم عندي انك كويسة. عرف يثبتها بمعنى اصح، وكل دوت وهم ما يعرفوش اي حاجة عن بعض. لكن نادين صممت تروح معاه وتشوفه هيروح فين وتساعده بأي طريقة. فلقيته رايح لصيدلية وخرج منها وهو باين عليه انه متضايق جدا ومش قادر يتكلم. والبنت تشكر مرضيتش تسيبه في الحالة ديت من غير ما تقف جنبه وترد له اللي هو عمله معاها. فراحت له وقعدت معاه وعرفت منه ان هو بيدور على علاج لجدته ومش لاقيه في اي مكان. لا وايه ده، كمان خدها معاه المستشفى اللي جدته موجودة فيها علشان تتأكد من كلامه. وقدامها قعد مع جدته وفضل يكلمها وهي غايبة عن الوعي ومش سامعاه، وقال لها انه بيدور على العلاج وهيحاول يلاقيه في اقرب وقت، لانه كلم شخص واتفق معاه يوفر له العلاج حتى لو هيكلفه مبلغ كبير. وعلشان كده بدأ ينزل شغل اضافي علشان يجمع الفلوس. نادين بقى صعبت عليه فقررت تساعده وتديله الفلوس، والمشكلة كانت واقفة معاه على 5000 جنيه، يعني مبلغ لا يذكر بالنسبة لنادين. وعند اقرب اي تي ام سحبت له الفلوس واديتهم له. تمام لحد هنا؟ لا مش تمام، لان الحكايه كلها في اللي جاي. صاحبنا بعد ما رجع بيته قعد يلعب في الفلوس ويشرب ويشغل اغاني واخر الروقان، ولا كأن جدته بتموت في المستشفى. مش كده وبس، ده كمان طلب كباب وكفته وروق على نفسه. وفي ثانيه لقي الباب بيخبط. مين يا ترى؟ لقيها نادين. عايز اقول لك بمجرد ما شافها قدامه وشه قلب الوان وبقى في نص هدومه، اللي هو انتي وصلتي هنا ازاي يا بنت انتي؟ قالت له ابدا، بعد ما انت مشيت من المستشفى قعدت عند جدتك شويه، فجاه تعبت والدكاتره ما قدروش ينقذوها وتوفت، ولما سالت عليك ادوني عنوانك وجيت على هنا. يلا بينا، علشان انا قلت لهم ما يدخلوهاش التلاجة الا لما انت تشوفها. الغريب بقى ان باسم بصلها كده وسالها انت متاكده انك جبت عنواني من المستشفى، وكانه مش مصدق كلامها. فعدى اللي حصل وركب معاها علشان يروحوا. وفجأة نادين اتحولت من واحدة حزينة لواحدة ميتة على نفسها من الضحك بشكل هستيري زي المجنونة. وراحت قايله له مش كنت تستغلني في مبلغ اكتر من 5000 جنيه؟ ده انت مغفل يا جدع والله. الكلام هنا بقى ان الحكايه هما فيها ان باسم طلع راجل نصاب، ولا هو يعرف الست اللي في المستشفى ولا ليه علاقه بيها، واتضح ان هو بيستخدمها كوسيله للنصب على الناس وبيستضعفهم بيها وبيضحك عليهم علشان يساعدوه ويدوله فلوس بعد ما يعمل الحركتين بتوعه زي ما عمل مع نادين بالظبط. فصاحبتنا بعد ما ضحك عليها وخد منها الفلوس مشيت وراه بعد ما خرج من المستشفى لحد ما وصلت بيته وسألت عليه وعرفت اسمه. من الاخر يعني ما بقاش في مجال انه يضحك عليها مرة تانية. وعشان كده قالت له بص، انا هاجي معاك سكة، انا عايزاك تعلمني الشغلانة بتاعتك وليك عندي ان انا اشتغل وانت تقبض ضعف الفلوس. عايز حاجة تانية يا سيدي؟ فسكت ثانيتين تلاتة كده وقال لها شغل ايه اللي علمهولك واقبض انا ضعف الفلوس؟ انا مش مرتاح لك يا بنت انتي وحاسك بتحوري. هي تسكت ابدا، دي بجحت وقالت له ما انت لو ما عملتش كده فانا هبلغ عنك. وخلاص بقى اللعب كله على المكشوف. وجدعانة منها اديت له كام يوم يفكر فيهم براحته وبعدين يرد عليها، على اساس يعني ان كل واحد فيهم يرجع بيته ويفكر براحته لحد ما يتقابلوا مرة تانية. بس اللي حصل ان نادين سابت البيت لانها ما بقتش طايقه تقعد فيه، خصوصا بعد ما باباها مشى كريمه ووداها لدار مسنين، وده لانها كبرت في السن وبدات تخرف وتنسى حاجات كتير. وسبق وقلت لك ان نادين ما بتحبش غير كريمه في البيت كله، وهي اللي كانت مصبراها على القعده فيه. ويمكن هو دوت السبب اللي خلاها تسيب البيت، وخصوصا بعد ما اتخانقت مع باباها بسبب اللي عمله. وراحت مكلمة كل اصحابها القدام علشان تشوف واحدة منهم تقعد معاها وتبات عندها لحد ما تلاقي
مكان كويس. المعلومة بقى ان كلهم طلعوا اندال واتحججوا لها بحاجة فاضية، وفي النهاية ما لقيتش ولا واحدة وقفت جنبها، وبالتالي فما كانش قدامها غير شخص واحد بس هو الوحيد اللي يقدر يساعدها. هو نفس الشخص اللي جه في بالك، باسم. قامت واخدت شنطة هدومها وطلعت على بيته، ودخلت وقعدت وحكت له اللي حصل معاها. التاني بقى طلع اوطى منهم كلهم وقال لها بقولك ايه يا بنت انتي، شكلك كده مهفوفة في دماغك وجاية تورطيني معاكي. انا اهل المنطقة لو اكتشفوا ان في بنت ساكنة معايا من غير ما تبقى مراتي هيبهدلوني، وانا في غنى عنك تشوهي سمعتي وسمعة اكل عيشي. ومسكها من ايديها وطلعها بره البيت. تخيل بقى صاحبتنا عملت ايه؟ خدت بعضها وطلعت على المستشفى اللي موجودة فيها الست اياها، وعملت نفس اللي باسم عمله معاها، وعرفت توقع زبون واخدته معاها للمستشفى علشان توريله الحالة. باسم في نفس الوقت طب عليها ومعاه واحدة عرف يوقعها هي كمان، وكان واخدها معاه علشان يوريها جدته. ساعتها بس وافق انه يعلمها وياخدها معاه لحد ما تلاقي مكان كويس، خصوصا بعد ما عرفته انه يقدر يعتبرها تلميذة ليه ويعلمها ببلاش. هي تتعلم منه وتشتغل وتجرجر الناس للمستشفى، وهو يقبض الفلوس كلها. ومرة في التانية في التالتة الشغلانة مشيت معاهم مية مية، وعملوا بدل الألف اتنين وتلاتة وأربعة، وكده كسبوا من وراها فلوس بالهبل، وشبرقوا على نفسهم ودلعوا نفسهم آخر دلع. لحد ما حصل اللي كانوا خايفين منه. دكتور من اللي شغالين في المستشفى قدر يقفشهم في مرة من المرات، وهي داخلة للست وفي ايديها راجل واخداها كالعادة علشان توريله الحالة بنفسها. وبسبب الدكتور دوت الزبون طار، ونادين وقعت تحت ايده وزنقها زنقة محترمة، وقال لها انا معايا صور وفيديوهات متسجلة صوت وصورة بالنصب اللي بتعمليه على ناس انتي والواد اللي معاكي، وعلشان كده من اول النهارده هاخد نص الفلوس من كل مره هتيجي فيها زياره للست ديت. ولو فكرتي تلعبي بديلك فانتي والواد اللي معاكي هتلاقوني فاتحكم على النت بالصور والفيديوهات اللي معايا. وعلى اخر لحظه باسم جه وانقذها من تحت ايده، وضربه ووقعه على الارض، وبسرعه اخدها وطلعوا جري من المستشفى. وبصراحه كده نادين كانت في حاله وحشه جدا لان الدكتور حاول يتحرش بيها، وهي كانت عاجزه ومش قادره تتصرف لولا باسم جه ولحقها. ومن ساعتها والاتنين قرروا يبطلوا اللي هما بيعملوه وما يروحوش المستشفى مرة تاني. لكن تفتكر ان هما يوقفوا النصب بتاعهم على كده؟ لا طبعا. دول علوا الليفل وقرروا ينصبوا على تقيل، قرروا يضحكوا على الشباب اللي نفسها تمثل، عملوا ورشة تمثيل مزيفة ونزلوا اعلانات علشان يجيبوا رجليهم للمكان. وبعد ما يوهموهم بانهم اتقبلوا في الورشة وهيبدأوا تدريب وينزلوا اماكن يمثلوا فيها، يقبضوا من كل واحد فيهم فلوس ويختفوا. وبالفعل خدوا من اهل المنطقه واحد وخلوه يشترك معاهم في الليله ديت، وهم التلاتة عملوا لجنه تحكيم وعرفوا يضحكوا على الشباب ويقنعوهم بالورشه. ومجرد ما استلموا الفلوس باسم رمى التليفون بالخط ومحدش عارف يوصل له. وفي اللحظة ديت الشباب اللي كانوا متقدمين على الورشة اكتشفوا ان هم اتضحك عليهم، فلوسهم راحت في خبر كان. اما باسم ونادين فكانوا مبسوطين ورايقين اخر روقان، وكان من المفروض يعني ان دي هتبقى اخر نصبايا يعملوها، وبعدين هياخدوا بعضهم ويسافروا لمحافظة تانية بعيدة عن الناس ديت. وفي نفس الوقت ومن بعد اخر نصبايا هما الاتنين قربوا من بعض جدا، وكل واحد فيهم بقى يحكي للتاني عن ماضيه وعن الحاجات اللي شافها في حياته زمان، وكان وعدهم لبعض ان مفيش واحد منهم يتخلى عن التاني مهما حصل، ويفضلوا مكملين سوا للاخر. وتقدر تقول كده ان نادين شكلها بدأت تحب باسم، وباسم هو كمان كان واضح عليه انه معجب بيها. لكن ما تفهمش هل هو بيكابر ولا بيتقل. اللي عايز الفت انتباهك ليه وسط كل اللي بيحصل دوت ان باسم قال لها انه من زمان اتسجن سنة بعد ما اتلفقت له تهمة سرقة هو ملوش ذنب فيها. وبعد ما خرج من السجن قابل واحد اسمه المعلم حناوي، هو اللي وقف جنبه وساعده لحد ما وقف على رجليه مرة تانية. وقال لها يعني ان المعلم حناوي دوت في مقام باباه واكتر، وعلشان كده فخليك فاكر الكلام دوت علشان هنرجع له تاني. المهم فاكر ياسين الاكس بتاع نادين؟ ياسين بقى مضايقها وبقت متغاظه منه لانه قرر يعمل عيد ميلاد لصاحبته من غير ما يكلم نادين ويعزمها شخصيا. فباسم قال لها مش عايزانا نزعل الواد ده شويتين على حرقه الدم اللي انت فيها ديت، نطلع منه بقرشين حلوين. فقالت له وماله ما يضرش، خلينا نتسلى شويه. وبما انها كانت مصاحباه زمان وكانت بتروح بيته كتير فهي اكتر واحده حافظه البيت حته حته، وبناء عليه رست باسم على كل حاجه وقالت له على مداخل البيت وعدد الاوض اللي موجوده فيه وايه الحاجات اللي موجوده جوه الاوضه ديت. من ضمنهم قالت لك ان في اوضه موجوده هناك فيها دولاب على هيئه خزنه. الخزنه دي بقى ياسين شايل فيها الساعات بتاعته، بس دي مش اي ساعات وخلاص، لا دي ساعات فيها قطع الماظ الواحده فيهم تعمل لها حوالي 250 الف جنيه مرتاح. واستكمالا بقى لخطتهم قالت له علشان تقدر تطلع الاوضه من غير ما حد يشوفك انا هشغلهم واخليهم مركزين معايا، وانت هيبقى قدامك 10 دقايق هتطلع فيهم الاوضه وتاخد 4 ساعات وتنزل. وفي يوم العيد ميلاد خطتهم مشيت بالمظبوط، وفي الوقت اللي باسم طلع فيه الاوضه نادين كانت ماسكه فيه ياسين ومطلعاه المسرح قدام صحابها. ولحد ما هو خلص شغله هي كمان كانت خلصت مهمتها، وخدوا بعضهم ومشيوا من الحفله وما استنوش كتير، وكانوا باعوا الساعات وبقى معاهم مبلغ محترم يقدر يعيشهم مبسوطين.
يجي 3 4 سنين من غير اي عمليات نصب جديده. لكن باسم كان عنده رأي تاني، والفلوس اللي طلعت لهم من النصباية الساعات ما كانتش كفايه وما شبعوش، فطمع وقرر يلعب على التقيله علشان تبقى النهايه ويكون ختامها مسك. بس عارف انت الدبور اللي زنع على خراب عشه؟ اهو باسم عمل زيه وقرر يلعب مع رجال الاعمال رشدي عثمان واللي يبقى بابا نادين. خليني في الاول اعرفك طبيعه شغل رشدي والشركه. صاحبنا يبقى صاحب اسطول عربيات، اما يبيعها او ياجرها او يدخلها مشروعات تانية ويجيله منها ربح. فباسم قرر يروح للشركه ويعمل معاه اتفاقيه. الاتفاقيه ديت بقى يا معلم انه هياخد العربيات ويشغلها عنده، والعقد ما بينهم يكون مدته 3 شهور للتجربة، ولو ما عجبتهوش الخدمة فهو يقدر يفسخ العقد، وفي نفس الوقت مش هيكون خسر أي فلوس. وبالفعل باسم قدر يضحك عليه ويعمل معاه الديل. وبعد ما خلص اتفاقه مع رشدي راح للحناوي، الراجل اللي سبق وقلتلك انه يبقى في مقام باباه. صاحبنا ده عنده ورشة ميكانيكا كبيرة وهو اللي يقدر يساعدهم وياخد منهم كمية العربيات ديت. فباسم ونادين اتفقوا معاه على انهم هيسلموه 150 عربية على 3 دفعات. في يوم تنفيذ الخطة الدنيا مشيت سليم وقدروا يسرقوا العربيات ويسلموها للحناوي. في المقابل استلموا فلوسهم زي ما اتفقوا، وفي ثانية اللعبة اتغيرت 180 درجة. ليه بقى؟ لأن الحناوي استغلهم ولوى دراعهم واستندل مع باسم. اصل اتضح ان صاحبنا اتنصب عليه قبل كده في اتفاقيه كانت بينه وبين واحد اسمه طارق رجب، واللي يبقى صاحب رشدي الروح بالروح. يرجع حقه ازاي بقى؟ بانه يضغط على باسم ونادين عشان يدخلوا بيت طارق ويجيبوا له من هناك اي حاجه يقدر يلوي بيها دراعه، ويردوا له اللي عملوا فيه، والا هيبلغ عنهم بالفيديوهات اللي سجلها وهم بيتفقوا معاه، وبالتالي فهم ينفذوا طلباته غصب عنه مش برضاهم. فباسم ونادين اتفقوا على ان نادين هتروح لطارق وتقعد معاه وتشغله في الكلام بحكم انه صاحب باباها، وانها تقدر تحكي له اي حاجه. يعني هتقول له انها اتخانقت مع باباها ومحتاجه تفضفض معاه. في نفس الوقت باسم هيدخل الفيلا ويسرق اي حاجه تثبت ان هو راجل قذر. وقد كان، ونفذوا اللي اتفقوا عليه بالحرف. وفي الوقت اللي نادين كانت قاعده فيه مع طارق، باسم سرق اللابتوب بتاعه اللي كان موجود عليه فيديوهات قذره لطارق مع بنات كتيره بتجيله الفيلا، وما يعرفش ان اللي عمله مع البنات كان هيعمله مع نادين بعد ما حط لها منوم في العصير. وعلى اخر لحظه باسم لحقها قبل ما يعمل فيها اي حاجه، خصوصا بعد ما سمع صوت كوبايه العصير وهي بتقع من ايديها. واكبر غلطه عملها في اللحظه ديت انه ضرب طارق على دماغه وقتله. وبسبب اللي عمله حناوي قلب عليه وقال له انا هعمل ايه بالحاجات اللي انت مسكتها عليه بعد ما الشخص نفسه ما بقاش موجود؟ انا كنت عايزه عايش، وعلشان كده ما تزعلش من اللي هعمله فيك. كل ده بيحصل ونديم ما فاقتش من المنوم اللي هي شربته، وحناوي عمل معاه الغلط وبعت وراه رجاله علشان يقتلوه. ومن حسن حظه انه قدر يفلت منهم، ولان المصايب لا تاتي فرادى اتذاع على التلفزيون خبر سرقه عربيات رجل الاعمال رشدي عثمان. وبعد التحريات قدروا يوصلوا للفيديوهات القديمه بتاعه باسم ونادين وهم بينصبوا على الناس في المستشفى، وصورهم بقت في كل مكان. ويمكن ده السبب اللي خلى نادين بعد ما فاقت من المنوم قصت شعرها علشان تغير شكلها ومحدش يعرفها. وفي المشهد الاخير الاتنين جهزوا نفسهم وقرروا يسافروا زي ما كانوا متفقين. ومن سوء حظهم رجالة حناوي طلعوا عليهم وخلصوا على باسم وخطفوا نادين وسلموها للحكومة. ومن خلال معارف باباها والواسطة قدر يخرجها وما تتحبسش. لكن حالتها كانت صعبة جدا بعد ما حصل اللي كانت خايفة منه، وخسرت باسم قدام عينيها. وخلص الفيلم على كده بعد ما خسرت باسم قدام عينيها. دي كانت نهاية الفيلم. اتمنى لو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وتكتب لنا لو في اي تعديلات حابين نعملها ان شاء الله على الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم.